اوعي ترميها او في الصلصة تحطيها. عندك شوية مكرونة كده بايتين كده في التلاجة ومسلوقة، والكل غضبان عليها ومش عارفة تعملي بيها ايه. هاتي بقى من المكرونة التقليدية ام صلصة، تعالي بقى هاتيها وهنعمل بيها عظمة. هنعمل بيها وجبة كده هوت، الكل هيتخانق عليها. تبهريهم بجمالها. اصل احنا الستات مفيش حاجة تقف قصادنا ابدا، بنحول كده من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. شايفين المكرونة ما شاء الله اللهم بارك، مفلفلة كده وجميلة. طب ليه بقى نرميها؟ لا احنا بقى هنتصرف وهنحولها لحاجة تانية خالص. في الغلا اللي احنا فيه ده يا جماعة لازم نتصرف وندبر امورنا. تعالوا بقى نشوف هندبر امورنا ازاي. هتجيبي بقى الصينية بتاعتك او الطاسة او اي حاجة واسعة كده، وتحطي فيها شوية زيت. بص هنا بقى، انا معايا بالظبط كده اقل من ربع كيلو فراخ. دي بواقي فراخ كده متقطعة قطع صغيرة. انا لما بجيب الفرخة كاملة بقسمها القطع، باخد الدبابيس اخليها كده وبطلع منها شيش طاووق، وكذلك برضو الصدر باخده كده وبطلع منه بانيه. فبيطلع عندي بواقي كده، فانا بحوشها واجمعها في كيس. حتى برضو الاجنحة باخدها واجمعها في كيس واعملها وجبة زي الوجبة اللي عملتها لكم في الفيديو اللي فات. انا خدت بقى قطع الفراخ القليلة شوية الصغننين دول كده، وايه وديتهم تشويحة في الزيت، وحطيت عليهم رشة فلفل اسود. هفضل اشوح كده هوت فيهم كده لغايه اما ايه الاقي قطع الفراخ ابتدت انها تستوي معايا. بص هنا هي تلاقيها منزله دهن شويه، علشان القطع ديت كانت من الدبابيس، في الدبابيس بتبقى دسمه شويه. انا بقى هنا معايا بصلايه واحده بس كده مقطعه قطع صغيره، حطيتها كده هوت عليها، وهبتدي برضو ان انا اشوح البصلايه كده عليها لغايه اما تدبل كده. هنزل بقى بالطماطم برضو متقطعه كده قطع صغيره، وهشوح الكلام الجميل ده كله مع بعضه. انا ضفت عليها هم حوالي طماطمتين بس مش اكتر من كده. هكون برضو مجهزة معايا فلفل كده الوان، او لو عندك فلفل رومي حطيه، لو عندك قرن شطة كده هوت بتحب السبايسي شوية حطيه، بس انا عشان ولادي مش هحط حامي خالص. خدت الفلفل الالوان كده نزلته عليها، وشوحي بقى الكلام برضو الجميل ده كله مع بعضه. هتحطي بس بالعدد معلقتين صلصة بس، انا مش هحتاج اكتر من المعلقتين دول. تعالي بقى نحط التوابل بتاعتها. انا هحط رشة الملح طبعا، وهحط رشة فلفل اسود، وكان عندي بهارات كده بتاعت الفراخ حطيتها عليها. لو ما عندكش بهارات فراخ مش مشكلة، حطي كاري، حطي 7 بهارات، حطي اي حاجة مش مشكلة. بس اهم حاجة ما تزوديش فيها توابل كتير عشان ما تغيرش طعمها. احنا بنكتفي بالتوابل القليلة عشان بس ايه تحتفظ بالطعم بتاعها. شوحنا بقى كده هوت الكلام الجميل ده كله لغاية اما بص بقت عاملة ازاي، اتسبكت مع بعض، والطماطم والخضار نزل ميته كده وتسبك بقت خطيرة. تعالي بقى احنا عندنا طريقتين لتقديمها. بص بقى يا ستي، انا هجيب المكرونه بتاعتي كده في طبق، وهاخد بقى من الخلطه الجميله ديت، انا بسميها خلطه شاورما لان هي تعتبر بالظبط خلطه شاورما، وتحطيها كده فوق طبق المكرونه. بصي حولت طبق المكرونه 180 درجه، بجد خطيره خطيره، حاجه كده في منتهى الجمال. بصي مش بقولك مفيش اي حاجه تقف قصاد اي ست خالص، بنحول فعلا من الفسيخ شربات. اصل هنعمل ايه في الغلا اللي احنا فيه دوت، لازم الواحد يتصرف ويدبر اموره باي طريقه. تعالي بقى الطريقه التانية يا ستي. هتاخدي بقى بقيه المكرونه كده وهتنزلي بيها على الشاورما الجميله بتاعتك ديت، بيها بقى كده كلها مع بعض، وشوفي بقى جمالها بقى بجد خطيره خطيره. ممكن كمان بعد ما تقلبيها كده هو تحطيها في الفرن وعلى الشوايه شويه، تاخد لون فوق الوش. بنتي الكبيره بتحب الطريقه دي جدا، بجد بتبقى خطيره. شايفين جمالها عامل ازاي؟ وبمعلقتين صلصة بس طلعت معايا بالجمال دوت، واقل من ربع كيلو فراخ عملنا الجمال ده كله. شفتوا بقى شوية المكرونة اللي احنا كنا هنرميهم او في الصلصة كده على طول هنحطهم؟ لا، خليناهم حولناهم لحاجة تانية خالص. بجد طعمها خطير وجميلة جدا جدا. صلي على النبي بقى في كومنت وحط لنا لايك. مع السلامة.